السلام عليكم. انا بقول لكم الكلام ده وقلبي مكسور ومش قادره استوعب اللي حصل لحد دلوقتي. يمكن عشان ضميري تعبان او عشان الوجع اكبر مني بكتير. انا امي اتوفت في بيتها لوحدها وقعدت فتره طويله محدش فينا خد باله ان هي ماتت. ودي جمله لحد النهارده مش قادره اصدقها ولا حتى انطقها. ماما كانت عايشه لوحدها في شقتها بعد ما ابويا الله يرحمه توفى، واحنا اخوات كتير وكل واحد فينا انشغل بحياته وبيته ومشاكله وولاده، وكل واحد كان فاكر ان التاني اكيد بيعدي عليها ويطمن عليها. انا بصراحة كنت متجوزة من كام سنة وجوزي بيشتغل بره وبيجي اجازات كل فترة كده، ولما كان بينزل كنت بحس ان الوقت قصير جدا ان انا اقعد معاه واهتم بيه. عايزة اعيش كل دقيقة معاه. كنا بنخرج كتير ونسافر احيانا ونقضي الوقت كله سوا، لدرجة اني كنت بقفل على نفسي حياتي معاه وتقريبا ما بشوفش حد غيره. انا بقى كنت دايما مطمنه ان اخواتي قريبين من ماما واكيد بيروحوا لها طول الوقت وبيقضوا معاها وقت طويل ويشوفوا طلباتها، وكنت بقول لنفسي ماما مش لوحدها، اكيد حد عندها او حد بيسأل عليها. الحقيقه بقى اللي انا اكتشفتها بعد كده كانت اصعب بكتير من اي حاجه ممكن تتخيلوها. في يوم من الايام حاولوا يتصلوا بماما وما كانتش بترد عليهم. الاول محدش قلق قوي لان ساعات كانت بتسيب الموبايل بعيد عنها وما كانتش بترد، ما كانتش بتهتم بالموبايل اصلا. لكن لما عدى يوم والتاني ومفيش عنها لا حس ولا خبر بدأنا نقلق عليها، لحد ما واحد من اخواتي راح الشقة علشان يطمن عليها، ولما خبط كتير ومحدش فتح اضطر بقى ان هو يجيب حد يكسر الباب. وللأسف أول ما دخل باب الشقة لقى مصيبة كبيرة جدا، لقى أمي متوفية، وكمان باين عليها إن هي متوفية من كذا يوم. اللحظة دي كانت صدمة كبيرة جدا لينا كلنا، بس بالنسبة لي كانت صدمة مضروبة في ألف. لأن أول فكرة جت في دماغي كانت سؤال واحد بس: أنا كنت فين؟ أنا ليه ما روحتش أطمن عليها؟ ليه سبت الأيام تعدي كده؟ وليه فضلت مطمنة نفسي إن غيري أكيد بيعمل اللي أنا المفروض أعمله؟ من وقتها بقى وأنا حاسة إن في حجر تقيل قوي فوق صدري ومش عارفة أشيله. كل ذكرى مع ماما بقت توجعني أكتر وعندي إحساس بالذنب فظيع. كل ما افتكر كل مرة كنت بقول لنفسي أنا هروح لماما بكرة وما بروحش، أو كنت مأجلة زيارة أو مكالمة وما كنتش بتصل بيها. المصيبة بقى إن أنا كنت فاكرة إن الدنيا لسه فيها وقت طويل ومصيري هروح لها وهشوفها وأشوف طلباتها. المشكلة بقى إن اللي حصل ما أثرش عليا أنا بس، جوزي كمان اتصدم من الموضوع جدا، ولما شاف اللي حصل بدأ يتغير معايا، بقى يقول لي كلام خلاني أحس إن هو بقى خايف مني. قال لي إن هو مش قادر يفهم إزاي أم تموت لوحدها بالشكل ده من غير ما حد ياخد باله، وإزاي بنت ممكن تنشغل لدرجة إنها ما تسألش على أمها بالشكل ده. الكلام ده كان بيوجعني جدا، بس في نفس الوقت كنت حاسة إن هو عنده حق، لأني فعلا قصرت حتى لو ما كانش قصدي، بس فعلا قصرت مع أمي كتير. الأيام دي بقى بقت أصعب أيام حياتي: جنازة أمي والعزا ونظرات الناس وكلام كتير بيتقال حوالينا، وفي وسط كل ده جوزي بدأ يقول لي بقى إن هو مش مرتاح يكمل معايا، وإن اللي حصل ده خلاه يفكر كتير جدا في حياتنا سوا، وطلب مني كمان الانفصال. اللحظة دي حسيت إن الدنيا كلها بتتقفل في وشي من كل ناحية. فقدت أمي وفجأة كمان حياتي الزوجية كلها هتنهار. بقيت كل يوم بفكر في نفس السؤال: هل في فرصة أصلح اللي حصل؟ هل ممكن أشرح له إن اللي حصل ده ما كانش أسوأ مني؟ أنا دلوقتي عايشة بين إحساسين أصعب من بعض: إحساس بالذنب ناحية أمي اللي عمري ما هقدر أرجع لها حقها ولا أعوضها عن لحظة كانت محتاجة فيها حد جنبها، وإحساس بالخوف إن حياتي كلها تتغير بسبب الغلطة دي. بقيت أتمنى لو الزمن يرجع دقيقة واحدة بس عشان أروح أخبط على بابها وأقول لها أنا هنا. للأسف الزمن ما بيرجعش، وكل اللي فاضل قدامي دلوقتي هو إني أحاول أتعلم من اللي حصل وأعيش اللي باقي من عمري وأنا بعيلها وأحاول أصلح اللي أقدر أصلحه في حياتي. بس السؤال اللي لسه بيطاردني بقى كل يوم: هل ممكن جوزي يسامحني ويصدق اللي حصل ده كان تأثير مني وغفلة مش قسوة؟ ولا في حاجات لما بتتكسر في نظر الناس بتبقى صعبة إنها تتصلح تاني؟ بصراحة بقى الكلام اللي انتي بتقوليه ده بجد كلام يوجع قوي، مش عشانك، لأ، علشان أمك ماتت لوحدها في بيتها وقعدت فترة طويلة محدش حاسس بيها ولا حد قالها انتي فين. ودي مش مجرد غلطة، لأ، ده إهمال كبير جدا. الأم اللي تعبت سنين عشان ولادها تستاهل إن يتسأل عليها كل يوم ويتشاف طلباتها وتبقي خدامة تحت رجليها، مش إن انتي تسيبي الموضوع كده لإخواتك وتبرري لنفسك ان هم اكيد هيهتموا. طب انتي فين؟ كونك انتي بقى كنتي مشغوله بجوزك وبتسافري وبتقضي وقتك كله معاه، ده مش مبرر. الام يا جماعه مسؤوليه ولادها، هم كانوا شايلين مسؤوليتنا زمان، هم دلوقتي مسؤولين مننا احنا. ومفيش حاجه اسمها اصلا انا اعتمدت على اخواتي. يمكن جوزك بقى لما شاف اللي حصل ده خاف، وطبعا ده من حقه، لان اللي يسيب امه كده ممكن يسيب اي حد تاني.
اللي حصل خلاص مش هيتصلح، لأن أمِك مش هتقدري ترجعيه تاني. لو في حاجة ممكن تعمليها دلوقتي في إنِك تعترفي إن كل ده كان تأثير منِك، وتدعي لها بقى، وادعي لها كتير، بدل ما تركزي بس إزاي ترجعي صورتِك قدام جوزِك. أمِك كانت أولى بكل الوقت ده. انتوا بقى إيه رأيكم؟ مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة. سلام عليكم.